نعم. قال لي إنه الصحيح مسلم يطعن في عرض سيدنا عائشة، وأنا الصراحة عندي شكوك ولا آمن بهذا الكلام والعياذ. نزل رجل أو نزل ضيف على بأم المؤمنين عائشة؟ لا، يطعن الصحيح مسلم يطعن في عرض سيدنا عائشة. فين؟ هات الرواية. الحادثة الإفك. مالها حادثة الإفك؟ قال إنه هذه الحادثة هي دليل على طعن في عرض عائشة رضي الله عنها. خلاص، يبقى أي واحد يقابل أي شخص في الشارع ويتهم أم هذا الشخص بالفاحشة، يبقى هذا دليل على إنه أمه بتفعل الفاحشة. يفهم منها ذلك. يعني لو شخص جه طعن في أي امرأة عفيفة طاهرة، يبقى كده خلاص ثبتت عليها، مع إن الله سبحانه وتعالى برأ أم المؤمنين عائشة من فوق 7 سماوات. مسلم. أنا قلت له هذا الحديث يا شيخ رامي، لكن هو قال لي إنه هذا في تعارض صار بين صحيح مسلم والقرآن. في إيش؟ قلت له إنه ذكر حادثة الإفك في صحيح مسلم، تمام. إنه قال هذا دليل، حتى في كتب الشيعة أنا قرأت بعض الكتب إنه يقولوا إنه هي زانية والعياذ بالله. لا يقول ذلك إلا زنديق مجرم. شوف يا حبيبي، الرواية التي في صحيح مسلم بيروي ما حدث حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة من الغزوات، ثم افتقدوا عائشة، ولكن لم رضي الله عنها الطاهرة المبرأة العفيفة، ولعن الله مبغضيها إلى يوم الدين. فبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعروا بها حتى رجعوا، فتكلم المعممين المنافقين تكلموا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الوقت، ولم ينزل الوحي تمام. اختبارا وابتلاء للمؤمنين، ثم أظهر لدي الله براءتها من فوق 7 سماوات. جزاك الله خير يا حبيبي وشكر الله لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضل يا حبيبي. ممكن تحولنا على الدكتور رامي؟ حاضر، خليك معايا. ايوه اتفضل، انت الان مع رامي. عارف الدورة. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك استاذ رامي؟ شلون صحتك؟ مبارك الله بخير. الله يحفظك ويسعدك ويبارك فيك يا رب. والله يا اخي انا اسمي اسمع عبد الله، تمام، من العراق. اهلا وسهلا. يا اخي والله انتم مسوين مصيبه الصراحه، انت على الدكتور رامي، على الدكتور وليد، على الدكتور عاصم، تمام. يعني يا اخي يعني اريد في اليوم انام مرتاح معك، يعني 24 ساعه اتفرج على فيديوهاتكم، شاهد علي الله. الله يحفظك ويبارك فيك ويوفقنا واياكم يا رب. الله يسلمك. بس هذا ايش كذا، انا يعني عندك هوايه يعني مقاطع الضحك وهاي، يعني اقوم بنحاول وياك، يعني ما اعرف شو بنحاول ندخل البسمه على نعم. المشاهدين. الله يسلمك. والله يعني أنا يجيبني فخر إني يعني أتبع القرآن وأتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير يا حبيبي، الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. وأتمنى لك يا رب التوفيق. وزين دكتور رامي، سؤال. تفضل. جاي أفدوا قلبك، يعني جاي أشوف هواي ناس يعني من يسوون مناظرة أنت وعلاء المهدوي وأنت وحمار القريش، مع احترامي إليه، مع يعني احترامنا للحمير يعني. يطلعونه اي يعني واجد يعني اما نذكر محمد، اما نذكر حمير الطريشي ونقول حمير الطريشي ابن، والله المفروض اظن والله اعلم، يعني هل يجوز ان نعتذر للحمار ان شبهناه بحمير الطريشي؟ لا صحيح، بس يعني هو العظيم انتم ما ادري شو يعني عليكم، يعني تصيرون بعد ان شاء الله اقوياء ان شاء الله. نعم. تصيرون دين الحق. الله يحفظك. جزاك الله خير. يعني واتمنى جزاك الله خير يا حبيبي. واتمنى اصير مثلكم يعني ان شاء الله. نسال انك تتعلم ويا ربنا ييسر لك يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سني ولا شيعي ولا مهتدي؟ انا شيعي والحمد لله، تكلمت معك في اخر بث. اهلا. ليه يا حبيبي شيعي؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ عندك ايدين ورجلين وصوابع ومناخير، ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه؟ اتفضل. بعمل ايه؟ ليه تعمل في نفسك كده وتكون شيعي يعني؟ ليه يا حبيبي؟ انت من لبنان صح؟ رقم لبناني. صحيح. يقبرني قلبك حبيب قلبي. بس عندي مسألة طبعا. جزاك الله خيرا على إذا تكلمته على أم المؤمنين، ولكن نحن في معتقدنا هذه الأفكار ليست موجودة. أنت بتقلد من؟ عندي سؤال. عفوا. أنت بتقلد من؟ أنا؟ نعم. بس على مناسبة يعني على التقليد،
أنت قلت لي في آخر بث جيب لي معمم يحفظ القرآن، ولكن أنا نسيت أن أقول لك أن سيد القائد حفظه الله حافظ لكامل القرآن. الله أكبر، أخيرا معمم، في معمم بيحفظ القرآن. الله أكبر، يا الله، أخيرا. ازاي السيد النائم السيد القائد يعني يحفظ القرآن؟ ما شاء الله. خلاص بقى المفروض الشعب كلهم يروحوا يصلوا وراه، محدش يصلي بقى في مساجد ولا يقفلوا بقى كل الدول كله يقفل في واحد حافظ القرآن. هذا يدل على أنكم على حق يا ضيفنا الشيعي. لا 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 لا، عادي عادي، ولكن عندي مسألة صغيرة. والله أنا يا ليتك ما تكلمت والله يا حبيبي. يعني حتى لو الإنسان حافظ، لو شخص حافظ القرآن يوم واحد يقول لي يعني عايزين واحد في جمهورية مصر العربية حافظ القرآن، واحد يقول له في واحد حافظ القرآن، ده يبقى ما عيب. كثير من المراجع حافظين أيوة القرآن. كثير جدا. أنت تعرف السيستاني ليه تسجيلات CD صح بتسميع القرآن؟ ممكن أسأل لو سمحت بس سؤال؟ تتدلل يا عسل، اتفضل يا حبيب قلبي. سؤال صغير أتعمق في حديث الثقلين المتواتر، لو سمحت لا تقطعني، اسمع شرحي وبعدها طب أقفل قبل ما اسمع شرحك، انت قلت المتواتر، تستطيع انك تثبته من كتبك بسند صحيح؟ كيف يعني اثبت؟ لحظه بس، حديث انت الثقلين. تتكلم مع شخص، انت تتكلم مع شخص عمره 14 سنه بس. عفوا مش 14 سنه بس، صوتك مدي اكتر من كده بكتير يا 28 سنه، بس مش مهم، مفيش مشكله، تكلم بما تريد. لكن هذا معلش ان حديث الثقلين لا يوجد بسند صحيح في كتبك. تفضل تكلم. في كتبي؟ نعم. طيب همشي معك. طيب إذا قلنا في كتبك الحديث يقول قال النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهنا الحوض يعني حوض الجنة، ويقال أنه الكوثر، نهر الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو الحوض يعني حوض الجنة. ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني لطالما هناك قرآن موجود وأنت تؤمن بأن القرآن لا زال موجود، يعني أن العترة موجودة. فأين العترة إذا لم يكن حتى عندك؟ أنا أريد تفسيرك. ولن يفترقا، لم يقل ولن يفترق مثلا، ولن يفترقا يعني طالما في قرآن هناك عترة. أريد تفسير لك. الحديث لا يصح، ده رقم واحد. رقم اتنين، الحديث اللي انت جبته الآن ليس حديث الثقلين، هذا حديث العترة. في عندنا حديث ماذا؟ لا مش انت، انا ما قطعتكش، تكمل. مش انا لم اقاطعك. عذرا تفضل. يوجد حديث الثقلين في صحيح مسلم، ويوجد حديث العترة في مسند أحمد وفي غيره. حديث الثقلين الموجود في صحيح مسلم حديث صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فحديث الثقلين حديث موجود في صحيح مسلم. أما الحديث اللي انت جبته الآن حديث العترة، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. أنا اللي المفروض ألزمك الآن وأقول لك وأنهما افترقا. ليه افترقا؟ لأن القرآن موجود معايا اهو، والقرآن في كل بيت من بيوت المسلمين. ممكن ترني أين العترة؟ لحظة، إذا قلت أنت أن القرآن موجود في كل بيت، وهل على زمن النبي القرآن لم يكن مثلا، أو حتى بعد النبي، هل ضروري أن يكون الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في كل بيت مثلا؟ لا، مش في كل بيت، يكون علم من الأعلام كأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فتح في خلافة عمر مصر والعراق والشام، فلسطين، إيران، ليبيا، كل ده فتح في خلافة عمر بن الخطاب. هو عمر بن الخطاب كان في كل بيت؟ لا، كان معروف أمير المؤمنين بيعطي الأوامر ويسجر ويأمر ويقاتل ويرسل الجيوش، مش يختفي بقاله 1200 سنة ولا بنسمع منه كلمة يا موالي. طيب ماشي. أنت تقول، ولكن أنت يعني كيف بدي لك زحت عن الحديث كليا. هذا حديث العترة بس ممكن تفهمني، لأنه أنا ما فهمت عليك آخر شيء موجود عنا. ما أنا قلت لك أنا عايز أعرف وين العترة، وإنهما لن يفترقا، وأنا القرآن معي، والقرآن في كل بيت، والمسلمون يعرفون القرآن. أي شيء تقرأه من القرآن المسلمون يعرفونه، لكن لو قلت لهم الإمام الثاني عشر ما فيش حد يعرفه. طيب، ولكن هذا الحديث هل موجود عندك؟ أنا يعني والله أثق بك، لأنه أنا موجود ولكن لا يصح. موجود يا حبيبي ولكن لا يصح. حتى طيب إذا قلنا لم يصح،
وأنت تؤمن بحديث شو اسمه الغدير، ولكن أنت قلت لها يعني سابقا قبل أن ما هذا ننتقل الحديث لحديث لكن. الغدير خلينا نتكلم الاول في نعم حديث العترة. معلش انا وانت، تفضل. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي. ما معنى العترة؟ هل النبي حدد لنا العترة في هذا الحديث؟ العترة الطاهرة هم أهل البيت عليهم هل السلام. هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم اسمائهم؟ ولكن أنا لست مطلع على الحديث كاملا أو أقارئ مثلا لا، الكتب كاملة، الحديث مش الكتب موجود في الأربعة، ولكن الكتب. انت استدللت بالحديث، مش موجود طب في هل اسامي. موجود أن فركز معايا اقول لك على حاجه. انت عارف يا حبيبي ان الشيعة انفسهم بيستدلوا بهذا الحديث وبيكفروا بعض؟ يعني الشيعة الاسماعيليه بيستدلوا بهذا الحديث وبيكفروا الشيعة الاثني عشريه، والشيعة الاثني عشريه صح. بيستدلوا بهذا الحديث وبيكفروا الشيعة الاسماعيليه. الشيعة الاسماعيليه امنوا بعلي والحسن والحسين الى زين العابدين وبعدين الصادق، وقالوا بعد جعفر الصادق الامام هو اسماعيل ابن جعفر الصادق. الشيعة الاثنى عشريه وكمان قالوا لا، هناك الزيدية الذين تبعوا زيد بن الإمام مالك. والزيديه قالوا لا الامام زيد، والاثنى عشريه قالوا لا الامام موسى. وهم الثلاثه بيستدلوا بحديث العترة. فحديث العترة لا ينفع التشيع في شيء اطلاقا، لان حديث العترة لم يستطع ان يفصل بين الشيعة انفسهم، لان النبي صلى الله عليه واله أطلع وسلم. على كامل الحديث أو حتى على ما بعد هذا الحديث لكي أناقشك فيه. خليني اقول لك يعني أنا حاجه. أصلا ليس لدي العلم الكامل. طب خليني اقول لك حاجه في النقطه دي بس، ركز معايا يا حبيبي. حديث العترة لو كان في اسامي الائمه الاثني عشر ما كانش الشيعة انقسموا الى طوائف كثيره. الشيعة كلهم زعموا انهم يحبون علي والحسن والحسين، ثم انقسموا انقسامات كثيره. لو كان حديث العترة في اسامي الائمه ما كان انقسم الشيعة هذه الانقسامات، الله يسعدك. لكن انقسام الشيعة هذه الانقسامات لأن حديث العترة لا يوجد فيه، حديث العترة لا يوجد فيه اسم من أسامي الأئمة. نظرا على المقاطعة بس، ولكن أنا أعلم أن هناك 4 مذاهب سنية هكذا، أنا هي الأساس، ولكن هناك كمان تفريعات. فاشرح لي لماذا هذا يكون؟ أنا لا أريد أن أنا صراحة أنتقل من نقطة إلى نقطة إلى نقطة هكذا. المفروض ننتهي من حديث العترة وبعدين نتكلم. هرد على شبهتك هذه وبعدين نرجع لحديث العترة أنا وأنت. ماشي؟ أولا عندنا المذاهب: مذهب أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد أو أحمد الشافعي. هؤلاء المذاهب اختلفوا في مسائل فقهية لم يرد فيها دليل من القرآن أو السنة، حتى قال بعضهم أنهم لو رأيتم كلامي يخالف القرآن فاضربوا به عرض الحائط، لا تأخذوا به لو خالف القرآن أو السنة. فهؤلاء مثلا لو أنا قلت سمع الله لمن حمده، أرجع أضع يدي اليمنى على اليسرى ولا أسبل يدي؟ في الحج هل أفعل كيد ولا كيد في تقديم أشياء؟ فاختلفوا في مسائل لم يردوا فيها نص، فيها باب الاجتهاد مفتوح. لكن هم لا يكفرون بعض، ولا الأئمة، أنا بتكلم على الأئمة، لا يكفرون بعض. أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد لا يكفرون بعض، لا يطعنون في بعض، عقيدتهم واحدة. لا، أجبتك بقى على ذلك. ما يقولون أنهم أئمة معصومين منصبين، إحنا نقول أئمة مجتهدين، ونقول يخطئ أحمد ويخطئ الشافعي، يخطئ أبو حنيفة ويخطئ مالك. لكن اللي أنا عايز أقوله لك بس الآن نرجع لحديث العترة. مين هم العترة؟ وليه النبي ما ذكرش لنا الأسامي صلى الله عليه وسلم وترك الأمة في ضلال كما أنتم تشعرون عياذا بالله؟ إن اختلفتم الفرق كثيرة، أكثر من 70 فرقة، وكل فرقة من هذه الفرقة بتستدل بهذا الحديث. فلو أنا يا عم أمنت بهذا الحديث معاك هو وإن هو موجود في كتبك وأنا أمنت به، كيف أثبت الأئمة الاثني عشر؟ النبي لم يقل العترة 12 إمام. أنا أقول لك والله لو كان بس أقرأ كامل الحديث بما ورد كنت ممكن أنا جبتك، وممكن أنا أقول لك أنا لا أعرف. يا حبيبي من غير ما تقرأ الحديث كامل، لو أنت ممكن تبحث في كتبك وتلقى حديث ويقول لك وذكر النبي الأئمة بأسمائهم 12، هتعرف إن ده كذاب. هذا وضع الحديث كذاب. تعرف لماذا؟ لماذا؟ لأنه لو كان في فعلا كده ما كانش اختلف أبناء الأئمة بعد موت كل إمام. أبناء جعفر الصادق 3 منهم أو 4 كل واحد كان بيطالب للإمامة بنفسه. عبد الله بن جعفر الصادق الأفط تبعه الشيعة الفطحية، موسى اتبعوا الشيعة الإسماعيلية الاثني عشرية الموسوية اللي هم بيسموا نفسهم الاثني عشرية. إسماعيل اتبعوا الشيعة الموسوية. في واحد رابع مش عارف اتبعوا الشيعة 4 أبناء من أبناء الإمام كل واحد قال أنا الإمام. لأن ما فيش، لو كان في حديث ما كانش، لو كان في حديث في أسامي الأئمة ما كانش بعد موت محمد بن الحسن ما كانش بعد موت العسكري، الإمام العسكري عندك بعد موته يختلف الشيعة كل هذه الاختلافات. لو كان في إمام ما كانوش اختلفوا إن في إمام
اسمه محمد بن الحسن العسكري. لو كان في شيعة، انت الى الان في شيعة في شيعة اثني عشرية بس بيسموا نفسهم بال13، لرواية في كتاب الكافي عندك بتقول ان الائمة، بتثبت ان الائمة 13. قبل سؤال اسمعني بس. فحديث العترة لا يصلح وعيب على الشيعة ان يستدلون به لانه يهدم معتقداتهم. طيب أنت تقول يهدم هذا المعتقد لا أعلم. هذا الحديث نعم. مثبت عندنا صح، ولن يفترقا، وتنازعنا عليه في الإسماعيلية هذا صح؟ نعم. طيب إذا نحن تنازعنا على هذا الحديث ودققنا فيه وهو صحيح عند الإسماعيلية والزيدية والاثنى عشرية إلى آخره، ولكن الحديث يقول ولن يفترقا. طب يأتي الزيدية يقول طب يفسر الزيدية إذا وقفت الإمامة عند زيد بن الإمام السجاد فهنا تبطل حجته بهذا الحديث. النبي لم يقل ولن يفترق إن العترة هي إمامة هذه الأمة في العترة فقط. انتبه يا حبيبي، وفقني الله وإياك. أولا أنا هتنازل معك بصحة الحديث. هذا الحديث فيه رد على الشيعة الاثني عشرية الذين قالوا بأن القرآن محرف، وانت علماءك القدامى اللي أسسوا الدين قالوا القرآن محرف. زي ما أنا أجي مثلا أقول لك إيه، لا. اسمعني أخلص كلامي واستمع إليك. اما أنا أقول أجدادك أنت كانوا حدادين يعملون في الحدادة، وبعدين آباءك جم غيروا المهنة وتاجروا في الذهب. فأنا لما أقول بس أنت أصل جدودك حدادين، أنا كده كذبت؟ أصل جدودي حدادين. نعم صدقت. إما أنا أقول أصل اللي اختلق دين الاثني عشرية يقول بأن القرآن محرف، فاللي أسسوا الدين ده قالوا كده. وهو عندك علي ابن إبراهيم القمي يقول في هذا الكتاب القرآن محرف، محمد بكر المجلسي يقول في هذا الكتاب القرآن محرف، محمد بن يعقوب الكليني يقول في هذا الكتاب القرآن محرف عياذا بالله. جه أمثال هذا الشيطان قال لك لا، ما احنا كده هنخسر الشيعة، فماذا نفعل؟ هذا الشيطان قال لك ماذا نفعل؟ السيستاني وغيره قال لك يبقى خلاص ننكر التحريف. فخرج الشيعة المتأخرين وقال لك خلاص احنا مش هنقول بتحريف القرآن. هات اتنين يا محمد. مش هنقول بتحريف القرآن ولن نقول بتحريف القرآن. هات اتنين. مش هنقول بتحريف القرآن ولن نتكلم عن تحريف القرآن. ليه؟ علشان نكسب عوام الشيعة اللي موجودين معانا. لكن ما انا اقول لك اصل معتقدك قلب التحريف. السيستاني بتاخد دينك منين؟ من القليني. بس طب لماذا لم تاخذ التحريف؟ لا، ما انا باخد اللي على هوايا لانه دين من صنع البشر. واضح ليك يا حبيبي؟ طيب واضح. ولكن نعم نحن نعتقد، ولكن لحظة، لا أقول لك أين يعني كيف أنه حرف القرآن. العلماء الذين قالوا أن القرآن محرف ليس بتحريفه الرسمي والكتابي والعياذ بالله، بل قالوا أنه محرف في تفسيره. وأنت مثلا لا تعتقد مثلا في تفسير القمي، وأنا مثلا لا أعتقد في تفسير الطبري، وهكذا. يعني ممكن أنت تقول عن القرآن محرف في تفسيره، ونحن كذلك ممكن أن نقول القرآن محرف في تفسيره، ولا نقول أن القرآن محرف في كتابته هذه موحدة على الفريقين السنة والشيعة. ولكن نحن نعتقد في تفسير القرآن عند السنة، كما يحق لكم ألا تحترفوا في تفسير القرآن عند الشيعة. هذه هي مسألة تحريف القرآن. انت بتضحك على نفسك؟ لا يعني بتحاول تخدع نفسك مثلا؟ عادي. لو بتخدع نفسك عادي. هل يعقل ان طيب انت قلت اسمعني ممكن تسمعني؟ أتيت بالقرآن من بيتي وقرآن من بيتك نجدهم نفس الشيء. ممكن تسمعني؟ انت قلت ان القرآن ليس محرف، وان هما بيقولوا ان التحريف في التفسير، صح؟ من الممكن، نعم. تعال انا وانت نشوفه مع الجمهور. ده ده نعمة الله الجزائري الملقب برئيس علماء الشيعة. بصوا، رئيس علماء الشيعة السيد نعمة الله الجزائري، المتوفى سنة 1112 هجريا. كتابه الظلمات الأنوار النعمانية. قال أن القرآن محرف حتى في الاسم، صح؟ لا ما تسمعني بس، ما تستعجلش يا حبيبي. أنا مش شايف. هتشوف بكرة إن شاء الله. بحط بص، ما تيجي بس حاول تستخدم هذه القطرة، بيقول لك حلوة تفتح العين. فالمهم قال هنا إيه بقى؟ شوف محمد بن يعقوب الكليني ماذا قال الخامس أنه قد استفاد في الأخبار
أن القرآن كما أنزل لم يؤلفه أمير المؤمنين وسيم من النبي فبقي بعد موت 6 أشهر مشتغلا بجمعه، وفي ذلك زيادات كثيرة، وهو إيه؟ خال من التحريف، اللي هو مع مين؟ مع إمامه. الإمام علي جمع القرآن أهو، فقال لهم هذا كتاب الله كما أنزل. فقال عمر لا حاجة بنا إليك ولا إلى قرآنك، عندنا قرآن كتبه عثمان. فقال لهم علي لن تروه بعد هذا اليوم ولا يراه أحد حتى يظهر ولد المهدي، وفي ذلك القرآن زيادات كثيرة. القرآن اللي هو مع الإمام المهدي ده زيادات كثيرة، إلى أن قال هنا شوف لم يكن كتبه له إيه؟ ده أول واحد عندك، ده كتاب بحر الفوائد، يقول ينبغي التكلم أولا في أصل وقوع التحريف والتغيير والنقيصة والزيادة في في القرآن بعد الكلام، ثم تعقيبه قال كما أنه لا خلاف بينهم في مخالفته لما في أيدي الناس في الجملة ولو من حيث التأليف. بيتكلم عن عن التحريف الموجود الآن، اللي موجود في المصحف اللي موجود مع الشيعة، المصحف الموجود دلوقتي موجود. وغير كده بقى المسائل السرية وكتاب الكافي محمد بن يعقوب الكليني، محمد بن يعقوب الكليني يقول والله هكذا نزلت، ومحمد بكر المجلسي يقول بالقول بالنسخ بأن القرآن حرف ونقص. فجل علماء الشيعة القدامى يقولون بتحريف القرآن. خد دوت، خد الوثيقة دي معلش وانت معايا كده، كتاب أوائل المقالات، تعرف لمين؟ ده أوائل المقالات للرجل البلاط لا، أوائل المقالات، بص أهو بمزح معك اوعى تزعل، ماشي؟ المفيد. لمين؟ المفيد. سمعت. نعم. بص يقول ايه بقى في تأليف القرآن وما ذكر لكم من نزاع. أقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. هذا في كتاب الشهاب الثاقب. تعرف الشهاب الثاقب لمين؟ لا. الشهاب الثاقب تعرفه؟ والله لا طيب. أقرأ. قال وفي كتاب شرح التوحيد للصدوق طيب أو طيب ثراء أحببنا أن نوشح هذه الرسالة بجملة منها، وهي أن نقول أن الأخبار المستفيضة بل المتواترة قد دلت على وقوع الزيادة والنقيصة والتحريف في القرآن. ده علماء الشيعة يعني مش أهل السنة والجماعة. شوف كتاب الفوائد الطوسية، تعرف الطوسي؟ قال وفصل المحرمات في آيات لم تصل إلينا، في آيات لم تصل إلينا أو في الظاهر والباطن أو في الكتاب، وقد تواترت الروايات بأنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة، وأن من ادعى أنه جمعه كله فهو كاذب، ورد النص الصحيح بأن القرآن الذي نزل على محمد كان 17,000 آية. القرآن الموجود معنا الآن يا حبيبي 6236 آية. قرآن الشيعة ده قرآن أهل السنة والجماعة. قرآن الشيعة في حجم هذا المصحف 3 مرات، يعني المفروض تحط معاه كتابين كمان. قرآن الشيعة 17,000 آية، قرآن المسلمين 6236 آية. أهو تشوف وأنا من ادعى أنه جمعه كله فهو كذب، ورد النص الصحيح بأن القرآن الذي نزل على محمد كان 17,000 آية، والموجود الآن نحو الثلث باعتبار العدد. وتواتر النص بأن المهدي إذا خرج يخرج القرآن بتمامه، يعني المهدي ما يخرج هيطلع إيه؟ هيخرج القرآن بإيه؟ بتمامه. ودي الدرر النجفية. تعرف الدرر النجفية لمن؟ انت لا تدعني، انت فقط تتكلم. لا انا بس بعرض. تعرف الدرر النجفيه لمن؟ ما انا ولكن اعرض هذا النص وبعدين اسمع اليك. تعرف الدرر النجفيه لمن؟ اتفضل. تعرف الدرر النجفيه؟ لا. تعرف لمن؟ الدرر النجفيه لا. للشيخ المهلبي بهزر معاه، بمزح معاه. الدرر النجفيه هوت لأحمد البحراني، العلامه المحدث أحمد البحراني. بص قال ماذا في الدرر النجفيه يا حبيبي؟ بص قال أقول المستفاد من هذين الخبرين أن الأمر بقراءة هذا القرآن الموجود الآن والاقتصار عليه وعدم جواز القراءة بما أخبروا بحذفه إنما هو من باب التقية والإصلاح، وأن القائم بعد خروجه وقيامه يقرأ القرآن ويأمر بتعليمه على الوجه الذي أنزل من تلك الزيادات التي منعوا من قراءتها في هذا الزمان. تعرف الكتاب ده إيه؟ ده الدرر النجفية. تعرف لمين؟ مين؟ للشيخ المهلبية للشيخ هاشم أحمد البحراني وغير بقى. ده أنا بس نقلت لك دلوقتي تواتر القول، يعني تواتر وممكن أنقل لك الآن كفر من قال بتحريف بمن قال بعدم تحريف القرآن. أجيب لك الآن فيديو وأعرض لك أن من لم يقل أن القرآن محرف، من لم يقل
أن القرآن محرف فهو كافر. وأنا عرضت الفيديو ده قبل كده والله في ملف تحريف القرآن، وعرضت إن من لم يقل بأن القرآن محرف فهو كافر. تحب أعرضه لك فيديو؟ لا لحظة، أنت قلت لي سأتحدث عن هذا الكتاب فقط وسأدعك ترد. طيب يبقى أجدادك الحدادين أهم. وضح المثل ليك، تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل لك الفرج. أولا عجل فرج، هو في حد محشور في ماسورة عندكم ولا حاجة؟ ليه الكلمة دي يا حبيبي؟ ليه عجل فرج؟ استغفر الله، أنت تخرج عن الموضوع. لا أنت اللي أتكلم لو سمحت. أنا أقول هذا. طيب. يا وعليكم السلام. أنا أتكلم. طيب. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وليك الفرج. وليك فرج؟ مين وليك فرج ده؟ عجل لوليك الفرج. هو في حد عندكم محشور؟ ما هو احنا ممكن نساعد في حاجات بتسهل الخروج في الصيدليه، في اعشاب. على فكره الاعشاب حلوه، يعني خليك بعيد عن الكيماويات وكده. كمل. انا لم اقاطع. لماذا لا اصل انا استغربت انت قلت كلمه كده، فانا كنت عايز افهمها انا والجمهور. تفضل تكلم. نعم تفضل بعد ما اتكلم. يا سأقول المرة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل لوليك الفرج. ايه ده؟ هو برضه لسه ما طلعش؟ ما نطلق في ملينات بقى علشان ننتقل من هذه النقطة. الله يوفقنا وإياه. اتفضل حياك. أنت لماذا تغير الموضوع؟ لماذا تقاطعني؟ هذا ليس من حقه. اتفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل لوليك الفرج. يا عم ما احنا قلنا بالله عليك علشان نعدي منها بقى اكتب لك وصفة أعشاب. لو عايز نكتب لك وصفة أعشاب في أوصاف كتير والله، وبتعجل وبتسهل المخرج وكل حاجة. الله يسلمك. بعد ما أتكلم أوصف لي اللي بدك إياه. طيب خلاص بقى، وقف بقى، وقف تعجيل لا أنا أريد أن أقول مثل ما أنت تقول ما تشاء. أنا أريد أن أقول ولا يوجد فيها أي قلة أدب وأي أحسن. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل لوليك الفرج. طبعا أنت تقول في هذه الكتب، هل كل سند هذا الحديث صحيح؟ أنا ما نقلتلكش ولا حديث، ودي الطمة كان الفخ علشان تفوق. والله لا والله حديث أنا حاسس إن أنت هتهتدي إن شاء الله. اللي نقلته لك أقوال علماء الشيعة، ما رضيتش أنقل لك ولا حديث للآن. نعم أنا لم أقل لك هذا. يعني مثلا إذا أنا تحدثت معك فهذا يكون حديث. لا أقول لك حديث الأئمة عليهم السلام. طيب هل هذه الأقوال لنقول هل هذه الأقوال جميعها بسند صحيح؟ نعم يا حبيبي، بقول لك أقوال كتبهم. هو أنا جايب لك رواية قال محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الإيمان والكفر في كتاب الكافي إني أعتقد بكت وكت. أنا جايب لك من كتابه. يبقى خلاص، يبقى الكتب دي كلها باطلة إن كنت أنت تكذب ما قالوه في كتبهم، مش روايات. أنا ما بنقلكش هما بيقولوا روايات عشان نقول لا، ده بيقولوا أقوالهم. فخلاص بما إنك تنكر أقوالهم من كتبهم يبقى تنكر كل ما نقلوه يا حبيبي. لماذا تقاطعني يا أنا آسف، ادينا حتة عاجل الفرج. نعم لماذا تقاطعني؟ لا تقاطعني لو سمحت. هل هذه الكتاب تبع الشيخ أحمد ما أعرف إيش اسمه، لكن هذا لا نؤمن به. هذا الشيخ ما تؤمنش بكتاب أحمد؟ أنا ما قلتش ولا واحد اسمه أحمد خالد. يعني لماذا تقاطعني؟ دعني أتكلم ثم رد علي. يا الله. هل كل من درس الحوزة أصبح كلامه خلاص يعني؟ ولكن نحن لا نأخذ بكتب هذا العالم وليس من الكتب الأربعة هذا. وكل من قال بتحريف القرآن رسمه هذا ليس منا ولا يصح كلامه وهو كذب. الله. نعم ولكن لماذا أنت تقول لي يعني أنت تكذب وما تكذب؟ هذا ليس من الكتب الأربعة. ويمكنني أن أتيك مثلا أقول لك استنى، جميل جدا. يعني أنت عايز من الكتب الأربعة؟ طيب جميل جدا، حضرتك عايز من الكتب الأربعة التي تقول بتحريف القرآن. جميل جدا جدا جدا. أنقل لك الآن أقوال علماء الإمامية. لماذا تقاطعني؟ مش أنت عايز من الكتب الأربعة؟ يا عمي دعني أتكلم. طيب نعم يمكنني الآن أن أقول لك أنت تقول هذا حديث بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مولى هو احنا ليه رحنا البخن دلوقتي؟ مش احنا في القرآن الأول؟ أنا عايز أعرف أنت ليه بتعتقد بعدم التحريف مع إن اللي نقلوا لك الدين قالوا بالتحريف؟ ده حتى عالمكم اللي بيسمى فيلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفة، أستاذ عصره ووحيد القرن ووحيد دهره،
المولى محسن الملقب بالفيد الكاشاني قال هنا: وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن. أهو يا عم، حتى وحيد القرن، حتى وحيد الدهر عندكم صاحب تفسير الصف الفيد الكاشاني أقر بأن شيخ محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكهف كان بيعتقد التحريف في القرآن. هتكذب بقى وحيد القرن؟ اتفضل. دعني اتكلم. انت صوتك اتكتم، صوتك مكتوم. لا بس هكذا جيد. نعم. كنت تقول لي ان احمد بن حنبل ومالك وهؤلاء يعني اصحاب انا مالي ومال احمد بن حنبل؟ هو انت ليه بكلمك في حاجه تروح حاجه ثانيه؟ ما اقول لك تشرب عصير تقول لي اني امشي على قدمي. يا عم انا مالي، ما انا عارف ان عندك قدمين. طب تاكل جوافه؟ لا، اني امسك باصابعي. يا حبيبي انا بكلمك دلوقتي، انت قلت لي لا اصحاب الكتب الاربعه لا يقولون، وبعدين تقول لي دعني اتكلم، فانا جبت لك اصحاب الكتب الاربعه يعني. انا اقبل معك، نعم ولكن انت تقول ان اصحاب المذاهب الاربعه ليسوا بمعصومين عن الخطا والجهل والنسيان، وممكن نعم، ولو قالوا بتحريف القران لكفروا، ولو قالوا بتحريف القران لكفروا. لا اله الا الله. ولكن انا لا اعتقد بتحريف القران، وكل من قال بتحريف القران هذا ليس منا، وهو صوتك مكتوم يا حبيبي. انت بتعمل في الجوال، انت بتحط الجوال فين؟ لا ليس مكتوم. ايوه كده، خليك كده. ايوه، كل من يقول بتحريف القران شنو بقى؟ كل من يقول بتحريف القرآن رسمه أو هكذا ليس أصلا في الشيعة ولا في السنة ولا. طب ما أنا جبت لك واحد أهو، بيقول لك أهو فالظاهر من كان يعتقد وجود التحريف والنقصان في القرآن، وشاهد عليه وحيد القرن أهو. مش أنا اللي جايب الكلام من عندي، ما تقوليش دعني أتكلم بقى. مش ولكن يا شيخ، هؤلاء ممكن ما تهتدي يا ولا بقى، تعبتنا يا ولا، اهتدي يا ولا. استغفر الله. يا انت يعني ما بعرف عن جد هسه احكي لمنين، لانه حرفيا ما بعرف شو تعمل. اهتدي يا ولا بقى يا ولا. يا ولا اهتدي يا ولا، يا ولا اهتدي يا ولا. ممكن ان يطلع اليس في. نعم اليس فعلا، اليس يمكن ان اتهرب من هذا؟ يا ولا اهتدي يا ولا، يا ولا الحق واضح يا ولا، والله الحق واضح يا ولا. اهتدي بقى يا عفريت انت يا شقي. طيب انا كنت اقول اني احب المناظره معك لان تسمع، ولكن تثبت لي عكس ذلك. لماذا؟ انا اريدك ان تهتدي. انا وانت في المكالمه بقالنا 33 دقيقه، انت شفتني خدت حد 33 دقيقه يا ولا؟ داعي العناد والجدال يا ولا، يا ولا داعي العناد والجدال يا ولا. انت لا تقول لا تدعني اتكلم يا اخي. يلا معاك دقيقتين كمان، يلا ارجوك لا تقاطعني، ارجوك. نعم، نحن أليس في هذه الدنيا أحد مرتد؟ ولكن لا أقول لك أن علماء مرتدين وممكن أن يخطئون حتى لو كان خطأ كبير، فهم ليسوا بمعصوم. يا ولا اهتدي يا ولا، يا ولا اهتدي يا ولا بقى يا ولا. لماذا تقاطعني؟ ماذا تقاطعني؟ يا ولا اهتدي يا ولا، الحق واضح، بلاش عناد يا ولا. لا إله إلا الله. اسمعني والله، اسمعني، ولكن أنت تقول أنت كل حديث مثلا لا يعجبك صداعك. يا ولا اهتدي يا ولا، يا ولا الحق واضح يا ولا، اهتدي يا ولا بقى يا ولا، بلاش عناد يا ولا، والله الحق واضح يا ولا. 80 يقول بخن لك يا علي. يا ولا اهتدي يا ولا، يا ولا بخن ايه يا ولا؟ بيقول لك بوجود الزياده والناقصه في القران، ويقول لك بتواتر القول بتاع تحريف القران، وبيقول لك البتاع المحشور عندكم في المنصوره ده، اما انت هيطلع هيجيب القرآن الصحيح يا ولا، يا واد اهتدي يا ولا. اهتدي. انا لا اقلل الادب على معتقدك، لماذا خلاص اهتدي بقى يا ولا، اهتدي. جبت لك اثار كثيره من كتبك وبعرض لك يا ولا اهو، بص من كتبك اهو، بعرض لك اهو مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول. مرآة العقول دوت لتصحيح كتاب الكافي لمحمد بكر، قال فلعل آية تطهير ايضا وضعوها في موضع زعموا انها تناسبه او ادخلوها في سياق مخاطبه الزوجات لبعض مصالحهم الدنيويه، وقد ظهر من الأخبار عدم ارتباطها بقصتهن، فالاعتماد في هذا الباب على النظم والترتيب ظاهر البطلان. وسيأتي أخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن آيات كثيرة، فلعله سقط مما قبل الآية ومما بعدها. بيقول لك أخبار مستفيضة، سقط من القرآن آيات كثيرة،
ومنها آية التطهير دي لعل كان في آيات بتتكلم عن علي وفاطمة والحسن والحسين وآل البيت، ولكن أسقطوها من ضمن ما أسكتوا. وتيجي تقول لي لا إحنا لا ممكن يخطئوا، لا أقول لي ممكن يكفروا. هؤلاء الزنادقة مجرمين من يقول بأن القرآن محرف وسقط. ليه؟ لأن القرآن لم يخدم معتقدهم. بحثوا في القرآن ما لقوش التمتع بالبكر بغير إذن ولية وهم متعطشين بالمتعة، ما لقوش سرقة الخمس، ما لقوش إمامة ولا تنصيب ولا ولاية تكوينية، فطعنوا في كتاب الله تبارك وتعالى المعجزة الباقية الخالدة. أريد أن أختم عفوا أختم. تكتم إيه يا عالم؟ أختم والله العظيم. خلاص يا أخي أنا أخذت وقت غير، مع أني كنت أريد أن أكمل ولكن أنت لا تدعني. يا ولا اهتدي يا ولا، يا ولا اهتدي يا ولا، الحق واضح يا ولا. يا عمي لو الحق ما هو استغفر الله. أريد أن أختم. أنا أخذت وقت غيري والحمد لله على نعمة الإسلام واللهم صل على محمد وعلى محمد. لا اختم لو عايز تقول حاجة. اختم لو عايز تقول حاجة تانية. ولكن أنت تقاطعني يا أخي. اختم يا ولا. لا اختم يا ولا. نعم سأختم، ولكن سأظهر إن شاء الله في البث القادم لأني أخذت وقت كثير. طب توعدني إنك تفكر فيما تكلمنا منه، وإزاي تاخد دينك من الكليني والقمي. والله العظيم إني أتفكر في كل ما قلت والله العظيم، ولا أكون يعني هكذا خلاص إنه جامد لا يعني أتفهم كلامك، ولكن الحمد لله على نعمة الإسلام. صلى الله على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لقد يعني عن جد انبسطت كثير من المحاضرة معك، كثير أسطوري. إن شاء الله رح أرجع أظهر، ولكن يا ريت ما تقاطعني فقط، هذه المشكلة الوحيدة، وإلا سيكون الحوار شيء مش احنا بقى لنا 40 دقيقة أنا بسألك ما بتجاوبش على حاجة وتسيب كلامي وتتكلم في شبهات. لم توجه لي أي سؤال. أنا قلت لك علماء الشيعة أنت قلت لي نحن لا نقول بتحريف القرآن، جبت لك علماء الشيعة، قلت لي لا نؤمن بالروايات، قلت لك لا ده أنا جايب لك أقاويلهم، ما نقلتش ولا رواية للآن. قلت لي لا الكتب الأربعة، جبت لك من الكتب الأربعة برضه، كنت كل ما أجيب لك حاجة أنت لا تريد. فأنا بس علشان ده ما تكونش حجة عليك يوم القيامة. الله يشرح صدرك يا رب. يا الله شيخ، سأظهر معك إن شاء الله في يا ولا اهتدي يا ولا يا عمي خلاص سأهتدي إن شاء الله إلى دين الحق يا رب. إن شاء الله. ادعي لي إن شاء الله. الله يهديك يا رب، وسأثبت على هذا الدين والله أنا بدعو لك، والإخوة والأخوات بيدعون لك في التعليقات أيضا. نسأل الله أن يهديك يا رب وأن يشرح صدرك للحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نلتقانا يوم القيامة إن شاء الله. إن شاء الله في الدنيا برضو تكون اهتديت الأول، مش عايز أشوفك يوم القيامة كده مع هؤلاء وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا أتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. مش عايزك تكون يوم القيامة مع القم والطوس، أنا عايزك تكون مع علي حق رضي الله عنه. أسأل الله أن يهديك وأن يأخذ يدك إلى نور التوحيد.